ودي بقى الحاجات اللي ما بتتكتبش في القايمه. اكسسوارات الشعر اللي هي نازله موضه، الحاجات الجولد اللي بتعملي ضفيره او خصله وبتحطيها كده وبتقفليها كده. في علبه كده بتتجاب بيكون فيها قصافه وملقاط ومبرد وي شويه حاجات كده، انا بصراحه مش بحبها. خلاص اتفرجتي على الفيديو بتاع الميك اب، تعالي بقى وانا اقول لك هتحتاجي ايه تجيبيه للدلع وانت عروسه. لازم تدلعي نفسك، انت مش عروسه يعني ولا ايه؟ هتجيبي توك كتير، كتر في التوك، كل ما نكتر في التوك نبان ان احنا كيوت اكتر. هتجيبي توك ملونه، توك ستان، توك كبيره وتوك صغيره. كمان هاتيلك كام توكه كده توق، وممكن تجيبي لك تاج مثلا، يعني كام حاجه كده للشعر يخلي شكلهم حلو. هتجيبي علبه بنس بس والنبي بلاش اللي هي المزجزجه دي عشان مش حلوه للشعر. هاتي شويه توك مشبك صغيره وكبيره وملونه وحاجه كده لون شعرك عشان ما تبانش وانت حطاها. ما تنسيش التوكه المدوره دي اللي بتعملي بيها الكحكه الكبيره دي اللي بتبان ان انت عامله فورمه في شعرك، وهي اصلا ما بتاخدش معاكي دقيقه. كليبسات بقى، عارفه الكليبسات اللي بتحط هنا والتوك الصغنونه دي بتفرق جدا. كمان ما تنسيش اكسسوارات الشعر اللي هي نازله موضه، الحاجات الجولد اللي بتعملي ضفيره او خصله وبتحطيها كده وبتقفليها كده، اللي هم حاليا بيحطوها في الطرحه. هما بقوا يتعاملوا مع الطرحه على انها شعرك، بتحطي فيها توك عادي. كمان هاتي جليتر للشعر، في جليتر كده بيبقى مخصص بيترش كده على الشعر، لو انت عامله ستايل او عامله ويفي او كده وترش عليه جليتر بيبقى شكله حلو قوي. هتجيبي فرشه خشب، للاسف انا الكلمه دي مضايقاني شويه لان ما بحبهاش، بس هو ده الصحي للشعر، لكن انا عندي منها بس بحب اصرح بالبلاستيك العاديه. وهتجيبي مشط خشب اللي انا برضو مش بحبه، وهاتي مشط عادي بلاستيك، وهاتي كمان مشط رفيع تقسمي بيه شعرك عشان حبيتي كده تعملي فورمه او ستايل حلو. هتجيبي التوكه اللي بتتحط كده وانتي بتعملي ماسكات، كده كده بيبقى شكلك وحش جدا وانتي عامله الماسك، فنحلي نفسنا ان احنا نلبس توكه شكلها حلو. البندانات دي بقى بتبقى حلوه جدا في السكين كير، او لو هتعملي اكل او لو كده، بدل ما تلمي شعرك وتربطي راسك لا ممكن تلبسي بندانه عريضه بحيث ان شعرك يبقى بعيد وتلميه احسن من ان انتي تربطي شعرك كده بطرحه. لو انت بقى حابه تعملي ستايل او لوك، هاتي التوكه اللي بتتلبس كده اللي بيبقى فيها قصه دي، عارفينها؟ دي بقى لو حبيتي تعملي ستايل حلو كده بتتلبس كده وبتبقى سهله جدا ورخيصه مش غاليه، بس هتديكي لوك حلو مع اللبس. طبعا الحاجات دي كلها للعروسه في بيتها، ركزوا معايا. هتجيبي بقى شويه تاتوهات كده من اللي هي التاتوهات المؤقته، وبرشح لك ان انت تجيبي التاتو الازرق لان بصراحه حلو جدا وبيقعد حوالي 10 ايام او اكتر، يديكي ستايل التاتو اللي هو الحقيقي، لكن هو مش حقيقي طبعا، هو فيك وبيمشي. كمالة الدلع نجيب شوية سليبرات للبيت يكون شكلها حلو، تجيبي حاجة مثلا فرو، كام حاجة كده شكلها حلو ولونها جولد، لونه احمر لونه اصفر، يعني هاتي كام حاجة كده للبيت تبقى حلوة. طبعا دي بقى حاجة انا مش هوصيكوا عليها، طبعا هتجيبوا شرابات ديزني، دي انتوا هتجيبوها اصلا من غير ما انا اقول لكم، وهتجيبوا كمان لكلوك او 2 يعني عشان الشتا. في علبة كده بتتجاب بيكون فيها قصافة وملقاط ومبرد وي شوية حاجات كده، انا بصراحه مش بحب اجيب كل حاجه لوحدها، فانت يا تجيبي كل حاجه لوحدها يا تجيبي العلبه دي لو انت بتحبيها، ولو هي عندك اصلا من قبل كده خديها معاكي بيتك عادي. هتجيبي حجر كمان مع العلبه دي عشان خاطر القدم. في حاجه بقى مهمه، خلاص احنا دلعنا وجبنا توك وجبنا، ما نقعدش بقى نشد في شعرنا ونلمه بالتوك، لا يعني هاتي وسيله لفرد الشعر حسب طبيعه شعرك. يعني في مثلا بنات السشوار بيجيب معاها، في بنات بتحب اكتر الفرشه، في بنات بتحب البيبي ليس، انا عموما عامله لكم فيديو مفصل للموضوع ده حسب طبيعه شعرك هتلاقيه تحت الفيديو. مهم تجيبي وسيله لفرد الشعر عشان مثلا لو الشعر مش احسن حاجه، حد جاي لك عايز تعملي ستايل حلو، يبقى معاكي حاجه كده تفردي بيها شعرك يبقى شكله حلو. هنجيب منتجات السكين كير والهير كير، دول بيتجابوا قبل الفرح بمده، يعني قبلها بيوم، وتتاكدي من صلاحيتهم جدا قبل ما تشتريهم. شفتي تتاكدي جدا دي؟ هتجيبي طبعا شامبو بلسم وحمام كريم مناسبين لشعرك، ويفضل يبقوا في مجموعه واحده. سيرم للشعر، وتجيبي كمان ميست او برفن اللي هو بيبقى مخصص للشعر، اللي هو بيبقى زيت كده فيه ريحه حلوه عشان يخلي ريحه شعرك. هتجيبي طبعا زيت وهتجيبي كريم للشعر. بس كده قفلنا الهير كير، نخش في السكين كير. السكين كير مش لازم يبقى غالي اوفر يا بنات، مش لازم كوري، مش لازم هو يا كوري يا ما جابش، يعني انا مش فاهمه. يعني مثلا السكين كير كوري اوفر قوي، يعني مرتب ب1000 جنيه وحاجات كده، طب ليه يا جماعه؟ ما في منتجات حلوه جدا من شركات مصريه وبتدي نتيجه تحفه. هتجيبي مرطب ومقشر وغسول، هتجيبي تونر لو حابه، انا عامه ماليش عليه قوي بصراحه. هتجيبي سيرم يكون بيعالج المشكله اللي عندك في وشك، يعني حسب بقى عندك تصبغات، عندك مسام، عندك بتجيبي حاجه المناسبه للبشره. في الفيديو بتاع الميك اب قلت لك تجيبي مزيل الميك اب، فانا باكد عليه. هتجيبي مرطب للشفايف ويفضل يبقى فازلين او البدايل غير مقاطعه. هتجيبي بادي لوشن للجسم يكون ريحته كده لطيفه، وهتجيبي بادي سبلاش او بادي ميست او الاثنين. هتجيبي كريم لكعب الرجل ويفضل مويست وان، ده حلو جدا. هتجيبي كمان منتجات تبقى معاكي بعد ما تتجوزي لو حبيتي تعملي حمام مغربي في اي وقت. بالنسبه بقى لريحتك، هتجيبي مخمريه،
هتجيبي برفانات كتير من انواع مختلفه مع بعضها، من انواع مختلفه عن بعضها. هتجيبي مزيل عرق اللي انت بتستخدميه او متعوده عليه، وهتجيبي معاه صابونه. الصابونه اللي انا حاطه لك صورتها دي مهمه تستخدميها قبل المزيل، لانها بتشيل البكتيريا اللي بتسبب روايح، فبالتالي لما بتستخدمي المزيل بيقعد معاكي مفعول اكتر. هتجيبي غسول نسائي يفضل يكون فوق، وبلاش عطور ومخمريات ومسك ابيض ومسك رمان والحاجات دي كلها في المنطقه دي، عشان حرفيا غلط 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 يعني. هتجيبي مطهر للفم او معقم للفم. في حاجه بقى حلوه جدا نازله اخر فتره، وهو بادي سبلاش او بادي ميست، بترشيه وبيعمل جليتر او شمري كده على الجسم، وده حلو جدا ليكي كعروسه. ودي الحاجات بقى اللي بتدفعي فيها دم قلبك وما بتتكتبش في القايمه دي، انت بتفضلي تجيبي فيها. ما تجيبيش كميات كبيره ولا احجام كبيره، وتتاكدي من تاريخ الصلاحيه وتجيبيها قبل فرحك بمده صغيره جدا عشان هتندمي. وبس كده. لو عايزه كل الحاجات دي مكتوبه في قايمه طبعا ابعتيلي في كومنت وهبعتها لك على طول. يلا باي.